السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ أهلا بكم في قناتكم اسكندرية اليوم. ارحبوا مع عمر، يوم جديد من أيام مشاريع اسكندرية، متابعة لمشروع مترو اسكندرية وتداعيات مترو اسكندرية، ومن أهمها والأشياء الضرورية اللي لازم تتم عشان نكمل المترو. وزي ما احنا عارفين إن تم ضغط العمل عشان يتم الإنجاز في وقت أقل من الوقت المحدد ليه، نظرا لظروف اسكندرية وصعوبة المواصلات. فتم يعني تقدم ملحوظ في مشروع مترو اسكندريه، وبدانا نشوف العواميد في اماكن كتير جدا. ما شاء الله، ربنا يكمل على خير يا رب. النهارده اهم خبر موجود دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي: ازالات المحلات. وكانوا بيقولوا ان المحلات هتتزال اخر حاجه عشان المترو لسه سنتين وكده، لكن بعد زياره السيد المحافظ لشارع المعهد الديني وحي المنتزه، تم قرار بازاله المحلات يوم السبت. النهارده المفروض 28/9، لكن احنا دلوقتي الساعه 1 الظهر. واخدين جوله من المنظره لغايه العصافره. احنا دلوقتي واقفين عن الكوبري اللي عند مبرة العصافرة. نطلع من الكادر نوريكم اخبار المشروع هنا في العصافرة، ونشوف قصة المحلات والازالات. يلا بينا. من امام مستشفى مبرة العصافرة ادي كده الاعمال زي ما شايفين هناك. طول ما انتم ماشيين بقى المنظرة لغاية كوبري المنظرة، الاعمدة ما شاء الله، ربنا يسهل يا رب. وادي الناحية التانية اهي كده على شمالنا شارع المعهد الديني، وبدأت هنا برضو ظهور الأعمدة الحديدية لسه، وبعد كده بقى هيتم وضع الكاميرات في الصب زي الجزء اللي وراه. تمام، تعالوا بقى نشوف، ناخد الجولة من أول سوق المنظرة. تمام، من عند كوبري المنظرة كده ندخل السوق ونشوف أحوال السوق ونشوف المحلات والأخبار عاملة إيه. يلا بينا. دي الكباري، الناس اتكلمت على الكباري، كان في فتحات موجوده في الكباري وخطر تم اغلاقها. تمام، وفي يمكن في فتحات لسه ما عدتش على كل الكباري صراحه. احنا كده بحر السكه وكده قبل السكه، هننزل بقى نركب حاجه ونروح المنظره قبل السكه كده اللي فيه السوق، سوق المنظره، ونشوف المحلات اللي تم الاخلاء وفي ازاله لسه ولا لا. يلا بينا. ده طبعا الجزء بتاع سوق المنظره اهو، وادي الأعمدة بتاعت المترو هنا باينة جدا. يا مسهل يا رب. هنطلع بقى كده ونشوف المحلات، هل في إزالة للمنظرة، وهنكمل نشوف الفيديو بتاعنا هياخدنا لغاية فين. محلات على حرم السكة الحديد قطار أبو قير سابقا، وإن شاء الله حرم مترو اسكندرية. دي كده احنا لسه ما زلنا في المنظرة. كل ده السوق. طلعنا بقى من السوق خلاص وداخلين بقى كده، دي منطقة المنظرة اهي، والمحلات طبعا قدام، وبعد منها العصافرة، وبعدين في بش. طبعا هم حاطين سياج هنا سور وعاملين فتحة برضو. ده الكوبري اهو، الناس بتعدي من عليه. كانت الناس اتكلمت عن الفتحات الموجودة في الكوبري ولازم تتقفل عشان احنا وقت دراسة واطفال وستات تعدي زي ما احنا شايفين. ده كوبري من ضمن الكباري اللي على السكة الحديد. محلات هناك اهي، اعتذر طبعا عن مشهد القمامة. عمود من الأعمدة في المنظرة. ادي المحلات اهي يا جماعة. احنا راكبين توك توك وبصور لكم عشان مشوار بصراحة. في ناس شالت حاجتها كتير جدا اهي، شايله حاجتها وناس بتفضي، لكن لسه الازاله ما وصلتش لغايه هنا. في ناس لسه يعني زي ده كده ما شالش حاجته خالص. في ناس عملت اخلاء، في ناس لا. وده برضو كوبري تاني من الكباري اهو. منظر بشع.
عمود برضو هناك. طبعا كان لازم بجد قطر ابو قير يتشال. ان شاء الله المترو هيشيل كل السلبيات اللي احنا شايفينها دي. هنكمل بقى ونروح لغايه العصافره، خليكم معانا. احنا النهارده يا جماعه 28/9. ما شاء الله، انا لما بشوف الاعمده دي بفرح جدا. خلاص قربنا هانت، شايفين؟ دول النباشين طبعا عاملين احتلال هنا للمكان. كارثة اسكندرية في القمامة، مش في الشركات ولا في الناس اللي بترمي، في النباشين دول. يعني الناس بتبقى رامية في أكياس، اسفه لو بتكلم في موضوع التفاصيل، ويجي النباش ده على صندوق الشركة يفتح ويرمي في الأرض عشان ياخد البلاستيك والأزاز والحاجات دي ويبهدل لنا الشارع طبعا. لكن انا مش عارفه ايه حلها هيبقى ايه دي القصه دي بالذات، حتى بعد المترو ايه حلها هيبقى ايه مش عارفه. في ناس قافله اهي، وفي ناس شغاله لغايه اخر لحظه. كتير عملت اخلاء، والناس هي لسه بتشيل. كده داخلين احنا بقى ايه في على العصافرة. احنا قدام مبرة العصافرة بالظبط. هما طبعا تم اختيارهم ان هيتم ازاله يوم السبت بعد زياره المحافظ ورئيسه الحي، لكن هم لغايه دلوقتي لسه موجودين. احنا كده دلوقتي قدام المعهد الديني بالظبط، شارع المعهد الديني. تعالوا بقى ننزل بصوا العمدان بتاعت المترو. بصوا بقى هنا احنا في المنظرة، شغل العمدان اهو. ولسه حتى الان مفيش ازالات. المشروع كمشروع وعمدان واساسيات والكلام ده كله شغال بصرف النظر عن ازالة المحلات. تمام، احنا كده هنا في المنظرة، ودي المحلات اهي. دي كده اللي المفروض هيتم فيها الازاله. لسه لغايه دلوقتي الساعه دلوقتي 2:30 وما وصلتش الازاله. سالت ناس قالوا لي المفروض النهارده يا السبت يا بكره الحد، حسب طبعا هم ادرى يعني الوقت المناسب امتى. ادي العمدان، يعني دي اللي بيتصب فيها العمدان اهي، الحديد ده. ده موقع ولا تلفزيون؟ موقع. يا مسهل يا رب. الناس هنا في المنطقه والمكان كله مستنيين الازاله هتحصل امتى، ويعني انا قعدت كمان فتره كبيره على القهوه هنا مستنيه، وهنستنى ان شاء الله ونشوف ايه الاخبار. ولو ما كانش النهارده هيبقى بكره. ربنا يعين الناس كلها. طبعا المحلات دي كانت ايجارات تبع السكه الحديد. تمام، وادي الكوبري العلوي اهو، ناس معديه. يلا بينا، خليكم معانا. زي ما شفنا اللقطه دي من سيدي بشر قدام شارع القاهره، ودلوقتي احنا على مزلقان سيدي بشر. حتى الان الساعه 5:30 مفيش اي ازالات حصلت للمحلات حتى بعد الانذار اللي قال يوم السبت. في ناس بتقول لي هيبقى يوم الاحد من اصحاب المحلات، الله اعلم. هنتابع معاكم
وهنشوف. حتى لو ما شفتوش عندي هتلاقوا ناس كتير جدا منزله فيديوهات عن الازالات. لو مهتمين بمتابعه مشاريع اسكندريه، مشروع من اهم مشاريع اسكندريه وكل الناس مهتميه بيه يعني بشغف وبحب وبامل ان مترو اسكندريه يبقى في النظافه، في النظام، في الشكل اللي يليق بمحافظه اسكندريه. تابعونا على القناه هتلاقوا كل ده موجود بجانب فيديوهاتنا اللي انتوا عارفينها عن اسكندريه كل ما يخص اسكندريه. متشكره جدا ليكم متابعتكم، ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وفعلوا الجرس واشتركوا في قناتنا لو اول مره تشوفونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.